إذا راكي دايرة في راسك بلي دراهم تروح تمتم متحسيش كامل وين راحت وما تفهميش اصلا وين راحت، هذا الفيديو راهو ليك. الفيديو هذا يهمك بزاف اختي العزيزة. انا كنت كيفك بالضبط، كيف كنت نصرف دراهم ونقول دراهمي وين راحوا، نصرف عادي نخلص شوية وهنا يروحوا دراهمي منا ومنا، وفي الاخر الشهر نلقى روحي صفر ونلقى روحي بالديون وما وفرت وما درت والو، شغل لاباي تاعي ما عندها حتى معنى. من هذاك الوقت اللي قلت لازم نحط حد لهذا الشيء. وش راه صاري هنا؟ لقيت الخطة الأساسية اللي قدرت نوفر بها ونرجع كامل الديون تاعي، باسكو صراحة كان الشهر يلحق لو 20 ولا يلحق لو 15 نلقى باللي ما عنديش قاع دراهم عندي، وكان اوبليجي عليا نروح نسلف وندير كريدي، ومن بعد كي تزيد تجي لاباي نرجع الكريدي تاعي ونقعد دائما في الدوامه نفسها دائما. هنا ديسيديت وقلت لازم نلقى حل لهذا المشكل الكبير واللي خلاني دائما نجري مر الديون ونرجع الدين وما عندي حتى الفراك نوفرها. كنت دائما نقول دراهم هما ما راهمش يكفوا، الغلا هو السبه. بصح الحقيقه انا اللي كنت ما نعرفش نسير دراهمي، كل مره نخرج نشري حاجات ما نحتاجهاش، نشري قهوه هنا، خرجه هنايا، شوتينغ هنايا، ناكل هنايا، نتشهى حاجه منين نخرج. من بعد كي نولي للدار نندم على اشياء كليتهم دي فوا انا نمرض، نندم على اشياء شريتهم نلقى بهم باللي ما عندهم حتى معنى. ونقول لك الصراحه حتى المصروف في اليومي ما كنتش نحترمه اصلا، يعني مره نصرف 500,000، مره نصرف 400,000، مرة ما نصرفش كامل باسكو يكونوا دراهم خلاصوا لي، مرة نصرف 100,000. وهذا الشيء اللي كان داير لي تعقيدات بزاف في حياتي، وعلى بالي بجميع وحدة دخلت لهذا الفيديو عندها هذا المشكل. كون مع التخمام وليت قلت الحق نهار وين قلت لازم نبدل الطريقة اللي راني عايشة بيها، ماشي نحوس نزيد نخلص ولا نزيد نخدم ولا نزيد، لا قلت لازم نبدل الطريقة، باسكو باش نزيد الخلاص ماشي بيدي، وباش نزيد نحوس خدمة ماشي بطاقتي. بصح لازم نبدل طريقة العيش تاعي، هي الحل الوحيد اللي نقدر نديره. فهمتوني؟ كيفاش لازم نبدل، كيفاش نسير واش عندي، ما نحوش واش ما عنديش. ومن هنا بدات الفكرة البسيطة اللي بدلت لي كاع حياتي. كنت نقول شغل حسيتها شغل هذا برك راني هدرت وخلاص، لكن صراحة بشوية مع الاستمرارية بديت نطبق فيها. روحي شدي ورقة وستيلو، استعملت زوج اشياء، الفكرة والحيلة. الفكرة كانت بسيطة بزاف، قسمت الدراهم تاعي لثلاث اجزاء، خذي معايا مليح. الاولى الضروري، الاكل، النقل، الحاجه اللي لازم نعيش بيها، فهموا؟ اي حاجه ضروريه لازم تعيشي بيها قسميها مع الكوتي الاول. اثنين قسمتها للكماليات، خروج، قهوه، حاجات ماشي ضروريه. ثلاثة للادخار. الادخار كنت مستعملاته حتى لو مبلغ صغير، 10,000 ولا 20,000 النهار، ما ترغبيهمش باسكو في الشهر 10,000 راح تولي ولا 20,000 راح تولي. ركزي معايا اختي، شوفي الطريقة هذه يستعملوها اغلب الناس، حتى اللي عندهم، حتى اللي يخلص 20 30 40، لازم في الشهر تاعك يكون ادخار على حساب المقدور تاعك. فلما كنتيش قادرة تحطي ادخار شهري، قدري تحطي ادخار يومي، وهذاك الادخار اليومي كل يوم مع الاستمرارية الشهرية راح يولي لك ادخار شهري على حساب الراتب تاعك وعلى حساب دراهم اللي عندك. واي وحده حبت تدير دراهم نقول لك اختي استغني على الكماليات لفتره محدوده. فار اكزامبل تحبي انتيا انسانه تحبي تاكلي بيان والكم هذا، يعني الدراهم هنا تقريبا راهم يروحوا كم في الماكله. انتي واش ديري اختي؟ نظمي روحك، قولي زعما 15 يوم بكماليات، 15 يوم بدون كماليات، ولا الأحسن اللي استعملته أنا شهر بالكماليات وشهر بدون كماليات. معناتها شهر نشري ونفحشش روحي بالأشياء اللي نحبهم، يعني الكماليات هما اللي يأكلوا دراهم، وشهر نجوز غير بالضروريات، شهري يكون غير بالضروريات. جربي هذه الطريقة أختي، ما راحش تندمي عليها، طريقة مضمونة ومجربة، جربتها أنا شخصيا. يعني أنا كنت نشارك معاكم حاجة ونقول لك فلانة أنا جربتها شخصيا، كوني ضامنة روحك. جربي شهر بالكماليات وشهر بدون كماليات وتشوفي تولي عندك محصول من دراهمك ولا من راتبك الشهري في شهر كاين، شهر معليش
شهر كاين شهر يعني تولي عندك محصول شهر بشهر، وتقدري شهر اللي يكون فيه كماليات تدخري مبلغ صغير تقولي هذا نضيفه للمدخرات تاعي. وبالمدخرات تاعك ديري في بالك تقدري تشري بهم ذهب وتقدري ديري بهم حتى مشاريع. خلينا نكملوا في الاساسيات تاع الفيديو هذا باش ما نخرجوش على الموضوع. اما الحيله الذكيه اللي كنت نديرها هي اني كنت نحط دراهم اللي نحب نوفرهم في بلاصه ما نشوفهاش كل يوم، يا اما في ظرف ولا في حساب سي سي بي ما نستعملوش، ولا في حصاله، والحصاله مش يعني حصاله مغلقه محكمه الاغلاق. ورجع راني شاركت معاكم حصالات تاعي درتها بنفسي، وهذه الطريقه هي اللي ساعدتني بوكو بلوس باش نلم دراهم. في اختي مضمونه من عندي بعد اسبوع واحد فقط، ما نكذبش عليك بديت نحس بالفرق. بعد شهر لقيت روحي جمعت مبلغ مليح، وانا ما كنت حاسه حتى به، ما حسيتش اصلا باللي كنت نلم هذاك المبلغ. والمشكل الكبير اللي كنت نعاني منه وين تروح الدراهم، يعني كنت نقول دايما مقبل وين دراهم هذه راهي تروح لي، لكن هنا اكتشفت انه دراهمي كامل راهي تروح في الكماليات والاشياء اللي ما عندها حتى معنى، ودراهمي راهي تروح من سوء التسيير وعدم الادخار. سامحوني بنتي دارت الحسه كنت تعرفوا دراري هنايا. عرفت باللي الانسان، شوفوا خواتاتي اللي لحقت لهنا الفيديو راح نحكي معاكم بينكم وبيني. بار اكزامبل نعطيكم مثال بسيط. انتي راكي انسانه شهاره وراكي يخلص عليك بالدين، دايما تخلص عليك بالدين، وحبستي عند انسان يبيع سوايع وحبيتي تشري ساعه. هذا امر خطا. انتي اصلا شهريتك ما راهيش تكفيك، علاش تروحي تشري ساعه ومره تروحي تشري الجلوس واحد اخر؟ عندك جلوس تروحي تشري جلوس، ومن بعد الروايح راه مستوكين عندك تقولي عجبتني هذا الريحه نروح نشري، ولا السكان عندك وما تحتاجيش الصاك وتروحي تشري باش يكونوا عندك 10 سكان 6 سكان. علاه اختي انتي تخلص عليك بالدين، انتي ما درتي والو، انتي ما درتي ذهب، ما درتي، راكي تشري في اشياء كماليات ما عندها حتى معنى. فهمتوني خياتي؟ فهمتي وين راهم الكماليات؟ فهمتي انه يكون عندك 20 حاجه من هذيك الحاجه تروحي تشري باسكو عجباتك؟ فهمتي باللي عندك 1000 خمار وتروحي تشري الخمار باسكو عجبك؟ فهمتي وين يروحوا دراهم؟ هذو هما الكماليات. لازم ديروا حاجه صحيحه. كي يكون عندك ذهب تقدري تشري حاجه كماليه، تروحي للكماليات اشري ذهب. وعلاه؟ باسكو الدنيا هذه والصحه هذه ماشي مضمونه. كي تشري انت حاجه عندها معنى تقدري تدخلي شي طوموبيل، اشياء اللي عندهم معنى. من بعد تروحي للكماليات. الناس اللي عندها دراهم كامل تبدا بالاساسيات والضروريات الكبيره باش تروح للكماليات والدقائق. وين لقيتوا انسان عنده دراهم نهار كم يبدل في اللبسه، غير الانسان اللي ما عندوش هو اللي نهار كم يبدل في اللبسه. فهمتيني اختي؟ ومن هنا تعلمت من هذا التجربه ماشي لازم نزيد في الخلاص سموت الخلاص تاعي، لازم نعرف كيفاش نسير اللي عندي. باسكو بزاف ناس يدخلوا دراهم مليح ويدخلوا دراهم كبار بصح يخرجوها بدون تنظيم. يعني التنظيم وحسن التسيير مع الادخار راح تكوني عندك مدخر تقدري دير به كماليات، سواء ذهب سواء دار سواء طوموبيل. إذا عجبتك الفكرة وجربتيها قولي لي في التعليقات والسلام معاك. وإذا تحبين نشارك معك أفكار كيفاش نوفر ولا ندير مشاريع صغار، بس أنا داخلة في المشاريع عندي مشاريع خياطة والحمد لله، قولي لي برك. ما تنسيش ديري لايك وتشتركي في القناة، تفعلي زر الجرس باش يلحق كامل جديد تاعي. مريم إلى اللقاء.